لو قلت لك فيتوتشينو الفريدو، ايه اول حاجه هتيجي في دماغك؟ ممكن تقول لي فراخ، ممكن تقول لي بقدونس، ممكن تقول لي توم، ممكن تقول لي كريمه. صح؟ لا مش صح. خليني اصدمك واقول لك ان النسخه اللي معروفه دي النسخه الامريكيه، ملهاش اي علاقه بالنسخه الايطاليه الاصليه، لان النسخه الايطاليه بتتكون بس من 3 مكونات: مكرونه وزبده وجبنه. النهارده هوريكم الوصفه الصحيحه والتكنيك الصح عشان تعمل فيتوتشينو الفريدو على الطريقه الايطاليه الاصليه. انا ايساك وده مطبخ لافوركيتا. طيب اول حاجه هنعملها هنشوف المكونات مع بعض. عندنا جبنه وزبده ومكرونه فيتوتشينو. طيب اول حاجه هنعملها علشان نظبط القوام معانا لازم نغربل الجبنه عشان ما يبقاش فيها كلاكيع. نجيب الجبنه ونعديها من اي غربال عندنا، ونعديها بحيث ان احنا ننعمها. دي النتيجه اللي هتبقى معانا. طيب تمام، انا كنت مشغل على الميه تغلي قبل التصوير، فاحنا دلوقتي الميه غليت معانا. هناخد الفيتوتشيني ونحطها. انا الفوتوتشيني بتاعتي بتستوي في 4 دقايق، فانا هطلعها الدنتي قبلها بدقيقه كده علشان نكمل نعمل الكريمه. اوريكم ازاي بعد ما الفوتوتشيني بتاعتنا تبقى جاهزه. قصه الطبق دي بترجع من القرن اللي فات، ان كان في واحد طباخ مراته كانت حامل، فهو كان عايز يعمل لها طبق بسيط بمكونات بسيطه، فقرر ان هو يحط الجبنه مع الزبده ويعمل بيها الفيتوتشينو. فبعد كده لما لقيتها طبعا عجبتها جدا، فهو قرر من ساعتها ان هو يقدم الطبق دوت في المطعم بتاعه. ومن ساعتها الطبق ده بدأ يتشهر في المطبخ الإيطالي وبدأ يتشهر في العالم كله. معلومة تانية، هو الفيتوتشينو الفريدو مش زي ما الناس فاكرة ان هو طبق يعني مشهور جدا في إيطاليا والناس كلها بتاكله وبتلاقيه في أي مطعم. بالعكس، يعني هو من أكتر الأطباق المغمورة. بس هو تقريبا اخد شهرة لان راح امريكا، وبعد كده امريكا عملت النسخة بتاعتها، وهي النسخة بتاعت امريكا هي اللي مشهورة. فهو طبق كايطاليا مش مشهور جدا ومش موجود في مطاعم كتير. طيب تمام، دلوقتي ال3 دقايق بتاعتي عدت. هطفي على الفيتوتشينو، ودلوقتي هنعمل حاجة. هنجيب اي طاسة عندنا وناخد الزبدة ونحطها ننزلها. يا ريت الزبدة تبقى بدرجة حرارة الغرفة. هناخد الفيتوتشيني بتاعتنا سخنة من الحلة ونبدأ نعمل التكنيك ده. نبدأ نسيح الزبدة مع شوية مية سلق، وكل شوية نبدأ ننزل بارميجانو. ونفضل على الحال دوت لحد ما نكون الكريمة بتاعتنا. نحاول نخلي بالنا ان احنا نحافظ على المكرونة وما نقطعهاش، نبقى على قد ما نقدر نركز نعمل الحركات دي من غير ما نقطع المكرونة. شايفين المكرونة بقت عملت كريمة ازاي؟ هو دوت القوام اللي احنا محتاجينه والكريمة بتاعتنا. وبكده الفيتوتشينو بتاعتنا تبقى جاهزة، ويلا نحضر الطبق. وبكده الطبق بتاعنا يبقى جاهز. وطبعا كالعادة وصلنا لأحلى فقرة أنا بحبها، يلا ندوق.
بجد رهيبة الكريمة يا جماعة، مش قادر اقول لكم، لازم تجربوا وتشوفوا قد ايه الكريمة طالعة حلوة. واستخدمنا بس مكونين، زبدة وجبنة، بجد رهيبة. وكالعادة هستنى رأيكم تحت في التعليقات. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك، ما تنساش الاشتراك في القناة. وهستناكم في فيديو جديد ووصفة جديدة مع مطبخ لافوركيتا. تشاو.